11 مقاتل في أرض الميدان، العب وحارب عشان الكيان. أهم ماتش في الموسم. صعوبة الماتش إن هو كمان أهم ماتش في الموسم بالنسبة لبيراميدز، اللي هي فرقة جامدة قوي، فرقة بطلة أفريقيا السنة اللي فاتت، كانت الحق بالدوري لولا بقرار إداري. السكواد اللي عمل كل ده ما اتغيرش كتير، بينيمك وبيقول لك عندي إصابات. ما تنامش يا زمالك، اوعى تنام يا زمالك. الاصابات اللي عنده دي ولا تفرق في حاجه. يقول لك حامد حمدان اصلا مش بيلعب، هو بيلعب في نص الملعب بمهند لاشين، احسن سته في مصر بلا منازع بلا منازع. ووليد الكارتي، وساعات بينزل معاهم بناصر ماهر، بيبقى نص ملعب ناري. بيقول لك مصطفى فتحي، ومصطفى فتحي برضه معظم الماتشات مش بيبدا، هو بيعتمد بجناحين السنه دي، قطه وزلاكا اللي بيقدموا موسم جامد. وحتى لما بيغير بينزل الراجل البرازيلي اللي عندهم ده ايفرتون. بقيه الاصابات، دي الاصابتين المؤكدتين. بقيه الاصابات تنويم. يقول لك الشيبي زلاكا هيختار لك اللعيبه الجامده اللي عنده. ما تنامش، هنزل العب واكسب معايا جمهوري، معاهم مدرب جامد، مدرب تكتيكيا كويس، مدرب عارف ازاي يجيب بطوله. لان هو بيراميدز من ساعه ما اتعملت يا جماعه هي فرقه جامده، لكن ما لاقوش طعم البطولات غير مع الراجل ده. مدرب بيعرف يحمسهم ويسخنهم على الخط كويس قوي، وبيعوض ولو بجزء نقطه ان هم ما عندهمش جمهور. هنزل العب متسلح بجمهوري، بروحي، بان ده اهم ماتش في الموسم. كسبته 70% خدت الدوري، و90% خلاص ضمنت مقعد في افريقيا. خصوصا ان بيراميدز بعديها بثلاث ايام راح يلعب الاهلي، هيموتوا بعض بقى ايه على مين يبقى مع الزمالك لسه في المنافسه. اتعادلت لا قدر الله، انا لسه موجود، ولكن ماتش بيراميدز والاهلي هيفرق. خسرت هو ركبك، ودي صعوبه الماتش، ان هو لو كسبك يبقى الاول. فكل ده، ده اهم ماتش في الدوري كله، هو اللي هيحدد شكل الجدول بعد كده. مشكلتي انا في نص الملعب. نص الملعب بتاعي وبان في بلوزداد انه عنده مشكله دفاعيه، لاني بلعب بستة واحد بس، بلعب بفتوح وعبد الله، وبلعب وراهم بشحاته بس، وده صعب قوي في بيراميدز. هياخد منك كوره وهيبهدلك هجمات، وهم بيعرفوا يوصلوا بسهوله قوي، عندهم اجنحه ممتازه. انا عندي سلاح ان انا بلعب على المرتدات كويس، واقدر لو خدت الكوره في وقت قليل جدا ابقى قدام الجون. ولكن انا شايف ان بلوزداد اللي هي اضعف كتير من بيراميدز قدرت تاخد مني نص الملعب، ودي مشكله عندي. لاني بقول لك عندي اتنين في نص الملعب ما بيدافعوش قوي، هم عبد الله وفتوح. فلو هتقدر تسحب واحد منهم تخليه على الدكه، وتلعب بواحد تاني سته جنب شحاته، سواء احمد ربيع ممتاز وبيقدر يلعب باصات بين الخطوط، ودي بتضرب بيراميدز بسهوله. ولكن هو عنده مشكله في الميس باص كتير. او محمد السيد اللي انا بحبه ومقتنع بيه، بس هو بعيد بقاله فتره، معرفش ليه حتى ما بينزلش خالص. مثلا في الشوط الثاني او حاجه. لو هقدر العب باربعه، لو انا مش عايز اقعد فتوح وعبد الله، العب باربعه في نص الملعب، واخد واحد من الاجنحه، واخد واحد. لو هقعد مثلا ناصر او عدي، والعب ببيزيرا وعدي، وبيزيرا يبقى 10 قدامه عدي، بحيث ان بيزيرا كمان على الخط هيبقى مرمي، وهيبقى في حضن الباك اللي ماسكه. وهم دايما اي فرقه في الدوري بتلعب على بيزيرا بخشونه. فلو بيزيرا قدر يلعب 10، اللي هو ينزل ياخد له الكوره، لان بيراميدز بيعملوا ضغط عالي من اول ما تطلع بالكوره من تحت، تلاقي اتنين هجموا على الجون وثلاثه وراهم قافلين الدفاع. وده حصل في الماتش اللي فات، وكان في اول ماتش لو فاكر كانوا خطر جدا علينا. فلو انا عندي اللعيب اللي هو 10، اللي هو بينزل يستلم بين الخطوط ويقدر يطلع الملعب ده، هيبقى ممتاز. بدل ما اطوح الكوره تجي لهم تاني وتفضل الكوره معاهم. احسن واحد يعملها بزيرا. عبد الله بيعملها طبعا كويس، بس عبد الله بطيء شويه نظرا للسن. فاحسن واحد يعملها بزيرا. هو اصلا 3 4 اللي بيعملوها في مصر، اللي هو ال10 اللي ينزل يستلم بالخطوط، هو بزيرا وناصر ماهر وامام عاشور. انا ما بشوفش حد تاني في الدوري بيعملها بكواليتي حلوه. فلو لعبت باتنين بس قدامه وعوضت في نص الملعب، انا شايف دي ممتازه. بزيرا ينزل يستلم بين الخطوط، وعدي ممتاز في التحركات، وانه يفتح اللعب، وان هو ما بيفقدش كوره بسهوله، وبيرجع يدافع مع نص الملعب. وكل دي ميزات. وتنزل بناصر منسي في الشوط الثاني، او لو عايز تقعد عدي وتلعب بناصر عشان بيضغط على الجون وبيضغط على الدفاع كويس والكلام ده، ما عنديش مشكله. اهم حاجه نص الملعب،
لو قدرت تحل قصه نص الملعب هتقدر تسيطر على الماتش. لو سبت نص الملعب الكوره هتبقى مع بيراميدز طول الماتش. ربنا معانا يا رجاله، رايحين بكره برضو ان شاء الله، جمهور مستني اهم ماتش في الموسم باذن الله نرجع بالمكسب. لو كسبت بيراميدز وراه انبي باذن الله اقدر اقول لك ان انت باذن الله بطل الدوري.